لا هادشي اللي حقق يمين يامال بزاف، لا بزاف، شاب باقي ما مكملش 17 سنه صاحبي ونقد با من الفقر. تخيل معايا كنت زاد يمين يامال في المغرب كون لقيتي با باقي شاد الصف تيتسنى يشد 500 درهم ديال الدعم. يمين يامال الاسطوره حقق داك الشيء اللي ما حققش ميسي، وراه من حقه يمثل الدوله اللي عطاتو وكبراتو وحضناتو وطوراتو. اودي على الوطنيه. بلاش كلكم على اطلاع بالضجه اللي واقعه على مواقع التواصل على يمين جمال، وكلكم مستغربين كيفاش شاب صغير وفي سنه واحده وباقي ما مكمل 17 عام وحقق العجائب. تخيل انك منبهر بهذا اللاعب او كتحب هذا اللاعب وما كتعرفش شكون هو. حب رسول الله، خصك تكون كتعرفه وكتحبه في الله، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان تيحبه. علاش؟ لانه قاد جيش على قدو وهو عنده 17 سنه وخلى الروم يترعدوا منه. فاذا بغيتي تعرف شكون هو اسامه اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من كان يحب الله ورسوله فليحب اسامه رضي الله عنه تولد على الاسلام وكان ملازم النبي صلى الله عليه وسلم. تقدر تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم رباه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم تيحب اسامه حبا جما، وزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 15 سنة. الله على العزاب. نظرا أن أسامة كان يمتلك صفات الرجال وكان كبير في عين النبي صلى الله عليه وسلم، وأول حرب غادي يخوضها أسامة وهو باقي صغير ماشي حرب ديال البلاي ستيشن، انتصر فيها أسامة وفرح بهذا الانتصار النبي صلى الله عليه وسلم، ومشى عنده أسامة يعاود له التفاصيل ديال الحرب وشنو وقع. قال ليه فاش هزمناهم شديت واحد منهم وانا غادي نطعنو بالرمح، خاف وقال لا اله الا الله وانا نطعنو وصفيتها ليه. النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه، قال ليه ويحك يا اسامه فكيف لك بلا اله الا الله، وبقى يعاودها ليه الرسول صلى الله عليه وسلم ويعاودها ليه حتى ندم اسامه على شنو دار، وقال فلا والله لا اقاتل احدا قال لا إله إلا الله. درس خدا أسامة ما عمره ينساه، لأنه كان يعتقد أن الشخص اللي قال لا إله إلا الله ما قالها حتى خاف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نبهه على أهمية لا إله إلا الله اللي عندها كتوقف كل المعايير وكل الحسابات. بمجرد ما ينطق بلا إله إلا الله دمو تيولي حرام على أي واحد. في السنة 11 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعداد العدة لغزو الروم. شكون اللي غادي يتولى هذا الجيش؟ أسامة بن زيد. استغربوا بعض الصحابة كيفاش النبي صلى الله عليه وسلم يعطي أمر بحال هذا لأسامة بن زيد عنده 17 سنة ويكون قائد الجيش ويواجه الروم. كيفاش؟ النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا الكلام وما عجبوش الحال وطلع على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال أيها الناس إن طعنتم في إمارة أسامة فقد طعنتم في إمارة أباه من قبله فاستوصوا به خيرا فإنه من خياركم. هادشي كله كان يوم السبت، وفي ديك الفترة النبي صلى الله عليه وسلم كان تيعاني من المرض. فاش جاء يوم الأحد زاد الحال على النبي صلى الله عليه وسلم، دخل عنده أسامة وهو مغبون وقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم. رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه للسماء هو تيدعي بلا ما يتكلم. قال أسامة عرفت أنه كيدعي معايا. صبيحة الاثنين أسامة وهو تيجمع الجيش باش يخرجوا جا عنده واحد قال ليه رسول الله تيموت. رجع أسامة ومعاه أبو عبيدة لعند النبي صلى الله عليه وسلم وتوفى النبي صلى الله عليه وسلم في نفس اليوم. تولى أبو بكر الصديق الخلافة، وبعد شهر من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم غادي يخرج أسامة، غادي يوصل أسامة للبلاصة اللي قال ليه النبي صلى الله عليه وسلم أن تما مات باه، ومشى على فرس أبيه وغادي يصفيها القاتل باه في نفس البلاصة. رجع أسامة والجيش ديالو ولا واحد مصاب. استقبلهم أبو بكر على مشارف المدينة تيحييهم وتيبارك لهم. مشى أسامة للمسجد صلى 2 ركعات شكر لله ومشى لبيته. في الروم كان هرقل سمع شنو دار أسامة واستغرب كيفاش عاد مات القائد ديالهم النبي ديالهم، ورسلوا جيش تيقودوا شاب باقي صغير وقدروا يقربوا من الروم وينجحوا في المهمة. فقرر هرقل يلغي جميع التكنات اللي كان تيوجدها باش يغزو جزيرة العرب. حتى المسلمين ذاك الوقت كانوا مستغربين تيقولوا ما عمرنا شفنا شي جيش تيرجع سالم غانم بحال جيش أسامة. بعد وفاة أبو بكر رضي الله عنه كيتولى عمر رضي الله عنه الخلافة، وتيبقى أسامة بن زيد على نفس المكانة بين الصحابة حب رسول الله. تيموت عمر رضي الله عنه وكيتولى الخلافة عثمان
وبعد وفاة عثمان رضي الله عنه كتنوض فتنة، تولي فريقين من المسلمين، علي بن أبي طالب والأنصار ديالو ومعاوية والأنصار ديالو. لكن هنا أسامة بن زيد الشديد في صف من غادي يوقف؟ بلا شك تيحب علي رضي الله عنه، يعني غادي يوقف في صفه؟ لا، هنا نفعات وصية النبي صلى الله عليه وسلم اللي تعلم في حياته، ورسل أسامة رسالة لعلي بن أبي طالب اللي عزيز عليه، تيقول ليه فيها: وتكون كتحارب الأسد غادي تلقاني معاك، ولكن شي حاجة فيها دماء المسلمين تيقولوا لا إله إلا الله أنا ما كاينش. جاو عنده بعض الصحابة بغاو يعرفوا علاش ما باش ينضم لشي واحد فيهم. قال: لا أقاتل أحدا يقول لا إله إلا الله أبدا. قال له واحد منهم: أولم يقل الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ جاوبهم أسامة: أولئك هم المشركون ولقد قاتلناهم حتى لم تكن فتنة وكان الدين كله لله. واعتزل أسامة الفتن وبقى في بيته طول هذه المدة. تنعاود لك هذه القصة باش تفرق بين النجاح والفلاح. النجاح حد الدنيا، أي حاجة غادي تحققها في الدنيا كنتي كتحلم بها فهذا نجاح، وأي حاجة كتعلق بالآخرة فهذا هو الفلاح. ولهذا دائما كتسمع المنادي ينادي ويقول: حي على الفلاح، حي على الفلاح، أي أن الفلاح في صلاتك، في التزامك بطاعة الله، في بعدك عن ما حرم الله. ومن العيب تكون كتعرف أسماء لاعبي ريال مدريد أو برشلونة وانت ما كتعرفش 5 ديال الصحابة أو سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فمزيان تكون ناجح في الدنيا، عينك على الدنيا وما تنساش الآخرة، عين هنا وعين ليها. كما قال عمر: إني لأكره أن أرى الرجل فارغا سبهللا لا في أمر دنياه ولا في آخرته. واحد كتلقاه حافظ جميع الأسماء ديال اللعابة ديال هذا النادي وهذا النادي وهذا بشحال تشرى وهذا بشحال مشاو، التاريخ ديالهم، ولكن الدين ديالو والو، حتى دنياه ما ناجح لا هنا لا ليه. معنى راه باين. ما تنساوش دائما ختموا كلامنا: الصلاة والسلام على الحبيب صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.